السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال يا رب. كنافة البورمة دايما بنقول ان هي يعني بتبقى تقيلة صعبة. خطواتها كتير، محتاجة وقت ولا اي حاجة من دي خالص. هوريكي النهاردة ان شاء الله طريقة هتعملي بيها الكنافة البورمة دي بأسهل طريقة، ومعمولة بالسوداني. والكمية اللي قدام حضراتكم دي طالعة من نص كيلو كنافة، وبسم الله ما شاء الله كانت جميلة جدا. وخطوات سهلة وبسيطة وكلنا عارفينها كمان على فكرة، ما هياش حاجة صعبة ولا أي حاجة. خليكم معايا بقى في الوصفة الجميلة دي أقول لكم أنا عملتها إزاي. هنبدأ بسم الله. الأول عندي سوداني، السوداني ما عليهوش ملح، يعني سوداني متحمص وما عليهوش ملح. ويا ريت لو تجيبيه ني وتعمليه تحميصة خفيفة كده، ما يكونش متحمص قوي. بقشره وبحط عليه معلقتين 3 من الشربات التقيل بتاع الكنافة، وبقلبه ده علشان يمسك في الكنافة من جوه ما يقعش منها. عندي بقى صينية مدهونة زبدة زي ما انتوا شايفينها كده، هي مقاس 30 في 40. والسوداني والكنافة اللي جايباها من عند الراجل بتاع الكنافة. الحاجات السابة ما هياش حاجة معينة يا جماعة، ولا ماركة ولا اسم ولا اللي بتتباع أي حاجة. مش لازم إن أنا أجيب اللي هي بيقولوا عليها الكنافة الجاهزة دي علشان أعملها كنافة البرمة. أنا بس بقول له أنا عاوزة كنافة طرح، أو أقول له عرفه إن أنا هلفها أو أعملها صوابع أو برمة عشان يديها لي حتة على بعضها زي ما انتوا شايفينها كده. على فكرة هي مش مفككة، هي حتت اهي. وانا قطعتها قدامكم عشان اوريكم ان هي حتت على بعضها. بجيب اي حتة بالطول اللي انا عايزاه. انا كنت بقيس على الصينية وانا بقطع كده، واللي شايفينها قدامكم ما شاء الله اهي مفتوحة عادية خالص، هي ما فيهاش حاجة. بحط السوداني بقى، حطي السوداني بالكمية اللي انت عاوزاها، بس نصيحة ما تكتريش. لو كترتيه وانت بتلفيه هيخرج منها او هتلاقيه ان هو ماسك قوي عليه. انتي ممكن لو انتي هتزودي، زودي كمان كنافة، خليها عريضة شوية بحيث تديكي لفات كتير. بصوا بقى اللفة، عملت الأطراف اهي، الجنب عملته لفيته، وبعد كده ايد ثابتة وإيد بتلف زي ما هي واضحة بالشكل دوت كده. وبعدين هبرمها في الآخر برمة كده إنها تكون ماسكة، وأحطها في الصينية، والصينية مدهونة سمنة. أوريكم بقى لفة تانية أسهل من اللفة الأولانية دي، وكلنا عارفينها وهتكون معاكي سهلة جدا، مش تاخد حاجة. انا حطيت السوداني، وبصي بقى كأنك بتلفي محشي. شايفة اللفة دي؟ كأنك انت مثلا فاردة المحشي كده. الناس اللي بتحب تلفه كده على ترويزة او اي حاجة قدامها، لفي عادي لفة عادية خالص اهي، مفيهاش اي حاجة، وتلفي معاكي. لكن لما اجي في الاخر على الحرف، هبدأ بقى ايدي دي ثابتة عليها هي ماسكاها، والتانية بتعملها برم، تبرمها تلفها كده لفة جامدة كده. خلاص طلعت معايا في منتهى السهولة، اسهل من الطريقة الاولانية اللي انتوا شفتوها او متعودين عليها. ودي على فكرة سريعة جدا وسرعت معايا وكانت سهلة. شايفين بقى الكمية اللي هتطلع؟ ما شاء الله. شايفين اللفة عاملة ازاي؟ انا ما حطيتش عليها اي مواد دهنية خالص غير ان دهن الصينية بس. هنا بقى بعد ما خلصت الكمية، وعلى غير العادة أنا دايما أقول إحنا مش بنحط سمنة كتير. الكنافة بتحب السمنة كتير يا جماعة. هحط لها سمنة كتير على قد ما تقدري، وفي الآخر هنصفيها. ما تقلقيش خالص من السمنة كتير، لازم أخلي الكنافة كلها متغلفة بالسمنة زي ما انتوا شايفينها كده. السمنة السايحة كلها اتغلفت، يكون السمنة كتير فعلا، وفي الآخر هنصفيها. على فكرة دي طريقة المحلات، هما بيقلوا الكنافة. يمكن كمان في محلات بتغطي الكنافة بالسمنة خالص، وسمنة على زيت علشان تتحمر وتبقى جميلة. هنا بجيب معلقة بس وبفرد الصوابع على بعضها كده علشان تتحمر من الجناب، وهي لسه مستوتش قوي او ما خدتش التحميرة بتاعتها قوي في الفرن. هنا بقى بسم الله ما شاء الله بعد ما طلعت، شايفين؟ معلش هي كانت الإضاءة يعني صعبة هنا شوية، لكن هي كلها متحمرة ما شاء الله زي بعضها، من تحت زي فوق. اجيب بقى صينية اصغر من الصينية اللي انا عاملة فيها واحطها عليها، وبالراحة خلي بالك لانها بتبقى سخنة، لان السمنة لازم تتصفى منها وهي سخنة، ما ينفعش انها تبرد، هتروح ماسكة فيها. خلي بالك من التركية دي. شايفين بقى كمية السمنة اللي نازلة منها؟ حطي السمنة زي ما انت عاوزة، وفي الاخر صفي برضو زي ما انت عايزة. على فكرة انا صفيتها خالص، ما خليتش فيها ولا نقطة لسه بتنزل، وبتتعمل وهي سخنة عشان تنزل كلها، ما تكونش ماسكة في الكنافة وتبقى تقيلة معايا. وشايفين بقى الجمال؟ ما شاء الله طالعة جميلة جدا جدا. اوريكم واحدة اهي قبل كمان ما تتسقي شربات. شايفين ما شاء الله تحت زي فوق، كانت متحمصة وعلى نار متوسطة واخدة راحتها قوي، وفي منتهى الجمال. هسقيها شربات، وزي ما عملنا في السمنة هنعمل في الشربات. اسقيها براحتها خالص تشرب، وفي الاخر بصفيها برضو، بطلعها بقى زي ما هي صوابع كده على شبك، او اقطعها واطلعها على شبك شوية بحيث انها تصفي كل العسل الزيادة اللي فيه. الشربات يا جماعة بتاع الكنافة بيكون تقيل،
4 كوبايات سكر على 2.5 كوباية مية ومعلقتين عسل، يا جلوكوز يا عسل نحل. كان عندي عسل نحل وحطيته جميل. تاخد غلوتين 3 كده، واروح ان انا اما الاقيه تقلت والقوام اللي انا عايزاه. خلي بالكم ان القوام دوت حسب السكر، هل السكر اللي هو بيبقى الغامق ولا السكر الفاتح. لما نوصل للقوام التقيل بتاع الكنافة بقفل عليه واحط له عصرة ليمون قبل ما اقفل على طول علشان ما يسكرش. وادي النتيجة بعد ما صفيناها وعملناها في منتهى الروعة والجمال. طعمها تحفة. طبعا احنا بنحط سمنة، معلقة، حتى لو انت ما عندكيش سمنة بلدي هتحطي معلقة سمنة بلدي وانت بتعمليها، تديكي ريحة وطعم في حتة تانية خالص فعلا. يعني مش لازم ان انت تعمليها سمنة كلها. شايفين ما شاء الله طالعين القطعة بقطعة جميلة ازاي، ومش شاربة سكر لان احنا صفيناه. ممكن بقى وانتي بتقطعيها قطعيها مربعات، قطعيها مكعبات، قطعيها صوابع طويلة صغيرة شرائح زي ما انتي عايزة تعمليها، كله شغال. انا عملت الاتنين وكانت جميلة جدا. نصيحة بقى، الحلويات عامة ما بتتاكلش وهي سخنة خالص، لازم تتحط تسقع الأول كده في التلاجة أو تهدى خالص على جنب في الشتاء والجو ساقعة. بتبقى طعمها أطعم كتير جدا، وتلاقيها شاربة براحتها، هتلاقيها كده مستريحة براحتها. وطبيعي انت بتروحي أي محل حلويات ما بتجيبيش أي حلويات من عنده تلاقيها سخنة، تبقى لازم كلها تبقى ساقعة. وصفة جميلة جدا، وأنا عارفة إن شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. دمتم يا رب دايما بألف خير، واوعوا تنسوا اللايك والشير والكومنتات الجميلة اللي بتسعدني. ويا رب أشوفكم دايما على ألف خير.